شكرا لك عبد العزيز، والشكر ايضا موصول للضيفين العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الافاضل اينما كنتم. مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من استاديو ابانكا باليادوس هنالك في فيغو، مجريات مباراه سيلتا فيغو امام ريال مدريد في الجوله العاشره من عمر الدوري الاسبوعي. فرن والدفاع ستارفيلت في وسط الدفاع مع ماركو، راحت سهله نادي ريال مدريد اليوم بعرضيه والدفاع، التوزيع وكرة لم تمر. لا 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 لا، يا سلام على الجد. انجز عرضيه والدفاع الدقيق ينطلق بامبا وايجليسياس غوس التي لعب لها لحد الان. رائعه، اول الكره البعيده الرائعه من هنالك على جونيور من امام مومينغيسا. جونيور كان الاعتراض واحد من قبل ولكنه لم يسجل ولا هدف، وهو بلتران. ضاعت الكره، اللاعب المعار من نادي بيتي مبابي. الونسو بعيد الكره هذه في العمق وراحت سهله. مباراه رقم 200 في الدوري، مواجهه 30 تعادل و24 خساره مع ستارفيلت. لوكاس فاسكيز لحارس مبابي، الارضيه والركنيه سهله لقلب الدفاع. ترجعت من فران غارسيا مباشره التوزيع والدفاع يتدخل. الكره الان بيديه خطيره، ماركو فيغو العرضيه والدفاع. انجيسا يبحث عن جونيور يبحث عن مبابي بعيد الكره بامبا على الجهه اليمنى. بامبا بيرينغ يسرى وباليمنى التوزيع في تشكيله ريال مدريد بسبب الاصابه. مبابي جول، هدف مباغت للمخرج ولنا. استلم مبابي وسددها على يمين الحارس غوايتا وجول. 1-0 عند الدقيقه العشرين من عمر المباراه من كيليان الذي يسجل 6 اهداف هذا الموسم مع ريال مدريد. مبابي غير تماما من هنالك شواميني مع انطونيو ريدي. فينيسيوس جونيور، كرة مرفوعة خارج الراسية الدفاع. بومبا فالفيردي محاصر، فالفيردي لم رجعت الكرة في الخلف. هيل الكرة ضاعت الكرة، جاز من ريديغير فيردي. شواميني هيل الكرة وروديغير هيل يا من كامافينجا. وكرة مرفوعة إجليسياس سهلة دفاعية من فران بلتران. جونيور جاز من روديغير فاسكيز على الطائر مثل في الوسط. هايلة لفينيسيوس كامافينجا. روديغير استرجعت من هنالك من يدير ميليتاو. بامبا التوزيع والكرة خطيرة إجليسياس. فريق الضيف ريال مدريد بفضل سوتيلو روديغير فران غارسيا. جول، وضعية تسلل يشير لها الحكم بعد هذه الكرة. بلينغهام رائعة خطيرة. لعبة عالمية ثلاثية ولا أروع. يتمكن فينيوتس فيتبرغ السويدي من الشباك تيبو كورتوا. جول. وين دفاع الريال؟ كنت أتحدث عن فراغات واختلالات في دفاع الريال بمنظومة لعب 3 مدافعين في الارتكاز عندما والفراغات موجودة بين الأرضية. مسال جونيور فينيسيوس أطول سلسلة إجليسياس غونزاليز التصديق من السنة الماضية، وهي اللي سجلت ايضا 16. مغزال وفينيسيوس يرجع لهنا في اتجاه المدافع الفاريس. هيغو لم يلعبها ممتازه ناحيه سوتيلو. خطيره التسديده مع إجليسياس. بامبا سوخوان وإجليسياس الذي يرتكب فينجا وفي خطا نعم لصالح. يمكن انك تعوض توني كروس. بيحاول يمر مبابي، مازال بيرغ خطيره. إجليسياس روديغير راح يتغير السيناريو. فالفيردي بيلينغهام بيكام وفي التحول بامبا يوزع الدفاع خطر، يحاول يمر فران، مازال فيتبير أرضية. كرة ملعوبة بعيدة
ممتازة من جود بيلينغهام، ساعد 4 تمريرات حاسمة في مش التوزيع منه. بامبا 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 تنفذ الركنية، كرة خارجة بالراس. فينيسيوس بروعة، جونيور فينيسيوس ارقص يا ولد ارقص. هدف ثاني لريال مدريد. يا لها من تمريرة ويا لها من لعبة، يا لها من كرة لهجوم الريال. فينيسيوس جونيور خرج خلف المدافعين، استلم كرة ومررها وسجل من امام غوايتا. وسط الكرة تروح مباشرة ليعتا، استرجعت الكرة لعناصرها مرفوعة بعيدة كتير. تيبو كورتوا مينغيسا بابي رودريغو راسيل كذلك امامه فينيسيوس العرضية وتغطية في تشكيلة ريال مدريد بسبب الإصابة. مباغت للمخرج ولنا، استلم مبابي وسددها على يمين الحارس غوايتا وجول. 1-0 عند الدقيقة 20 من عمر المباراة من كيليان الذي يسجل 6 أهداف هذا الموسم مع ريال مدريد. رائعة خطيرة، لعبة عالمية ثلاثية ولا أروع. يتمكن فينيوت سفيدبرغ السويدي من الشباك. تيبو كورتوا جول. وين دفاع الريال؟ كنت أتحدث عن فراغات واختلالات في دفاع الريال بمنظومة لعب 3 مدافعين في الارتكاز. عندما فينيسيوس بروعة، جونيور فينيسيوس ارقص يا ولد ارقص. هدف ثاني لريال مدريد. يا لها من تمريرة ويا لها من لعبة، يا لها من كرة لهجوم الريال. فينيسيوس جونيور خرج خلف المدافعين، استلم كرة ومررها وسجل. لا يشعر ريال مدريد بأي انزعاج تجاه الانتقادات التي وجهت مؤخرا إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق. وكان مبابي قد رفض الانضمام إلى منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي الجاري بسبب معاناته من إجهاد عضلي، لكن تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن مهاجم الريال قرر الانضمام إلى الديوك فقط في المباريات المهمة. وكشفت تقارير أن مبابي ظهر مؤخرا في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم في نفس وقت مباراة بلاده ضد الكيان الصهيوني، ما أثار جدلا كبيرا حول حقيقة إصابة النجم الفرنسي. كما ذكرت تقارير أن مبابي سافر أيضا إلى جزيرة كورسيكا في فرنسا خلال التوقف الدولي الجاري. ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية، فإن كل ما تردد في الصحافة والإعلام الفرنسي ضد مبابي لم يزعج ريال مدريد على الإطلاق، حيث كانوا على علم برحلته. وكان لدى اللاعب الحرية للاستفادة من فترة الراحة التي منحها المدرب كارلو أنشيلوتي للفريق. وأشارت إلى أن ريال مدريد يتبع خطة محددة مع مبابي خلال هذه الأسابيع بهدف استعادة أفضل نسخة من كيليان بدنيا، حيث يتضمن ذلك تدريبات مكثفة في فالدي بيباس وراحة عند الضرورة. وأوضحت أن مبابي كباقي زملائه يتمتع بإجازة لمدة 5 أيام، وسيعود إلى تدريبات ريال مدريد غدا الثلاثاء. وقالت الشبكة إن البرنامج الذي وضعه ريال مدريد لمبابي يشمل مرحلتين من التدريبات، الأولى قبل الإجازة القصيرة والثانية بعدها. ويركز البرنامج على تحسين مستوى اللاعب الذي لم يحصل على فترة إعداد كافية قبل الموسم، ولأن من المستحيل استعادته بالكامل في غضون أسبوعين، يمكن أن يساعد البرنامج في تحسين لياقته. وصرحت مصادر من داخل ريال مدريد أن كيليان مبابي وصل إلى 60% فقط من مستواه حتى الآن. وأضافت: في ريال مدريد لا يمكن أن يكونوا أكثر رضا عن مبابي حتى الآن، لأنه وصل بروح متواضعة ومستعد للتكيف سريعا. واختتمت: رغم أن مبابي لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، تمكن من تسجيل 7 أهداف في أول 11 مباراة له، والنادي يطلب منه المزيد، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين لياقته البدنية والاندماج بشكل كامل كمهاجم صريح. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الإشعارات ليصلك كل جديد من فيديوهاتنا.